صناع المحتوى العربي يطلبون التأشيرة باش تدخل جمهورية طابورستان، لكن الكاميرات يرفضون إعطائهم الفيزا. كنا كنتذكروا صانع المحتوى جو حطاب الأردني اللي جابته جمهورية كرغيزستان باش يدير لهم إشهار المعالم الأثرية وإشهار سياحي، لكن هو قام بنشر الفيديو وفضح الحقيقة وفضح المستور، لذلك منعوه من دخول الجزائر مرة جديدة، ويمنعون كل صناع المحتوى الجدد باش ما يتفضحوش وما يفضحوش الواقع والحقيقة الكرغولية. أنا أعتذر يا إخوان. لا مش مستحيل، والله العظيم إنه ما يقصد، والله العظيم إنه يحاول في موضوع الفيزا وما في حد ما كلمه علشان يتوسط ويطلع الفيزا، لكن صعب. فقط الإعلام الطابوري والكرغولي هو من له الحق في تبرديع الشعب الكرغوليستاني. من سنتين أو سنة ونصف تقريبا فاتوا كانوا الكراغلة كيقولوا على المغاربة خاصكم تقلبوا على الحطب باش طيبوا الحطب باش تضويوا جراء إيقاف أنبوب ديال الغاز الأوروبي المغاربي. لكن فضيحتكم بقيت بقلاقي. انقطاع الكهرباء بولاية ميليا في دولة الغاز والبترول ودولة الطاقة. لا، وهذا الشيء ما وقفش غير هنا، حتى جريدة الشروق أو جريدة الغروق نشرت أن هناك انقطاع ديال الماء متواصل. يا عيني يا ليلي. ايوا نتوما دابا شوفوا باش تضويو وما تشربوا، قلبوا على شي سيكيبيكي باش تضويو ولا شي سيكيبيكي باش تشربوا. وعلى ذكر السيكيبيكي، فجمهورية السيكيبيكي والإعلام ديال السيكيبيكي داروا واحد الكتيبة جديدة، والكتيبة كتقول الأفارقة يرفضون الدعم المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي. يا عيني يا لي. مع أن الملف ما كيتدفعش الاتحاد الإفريقي، كيدفع لهيئة الأمم المتحدة ولا اللجنة ديال هذه الهيئة الحقوقية الأممية، وهذا الشيء كله غير باش يبردعوا الشعب الكرغولي، وأيضا باش يدرقوا الفضيحة ديالهم ديال أن الأفارقة رفضوا يدعموا الجزائر باش تدخل المجلس التنفيذي ديال الكاف. كلنا كنعرفوا ان جمهوريه طابورستان حبيبي كلاخوني وحبيبي حيماروني شافوا احد المنشورات مكتوب عليها صراع بين بوريطه والقجع، ومشاو زادوه منشوره في الاعلام ديالهم وما فهموش الصراع ديالاش. ولكن الصراع هو انهم كل واحد منهم هزم 4 ديال الكراغله في المناصب ديالهم. بوريطه هزم عبد القادر الساهل، وهزم صبري بوقادوم، وهزم رمطان الحمامره اللي مشى وعاود رجع، واليوم غادي يهزم محمد عطاف والبقيه تاتي. اما القجع هزم روراو اللي كانوا كيقولوا عليه البعبع الجزائري، وهزم خير الدين زاتشي، وهزم شرف الدين عماره، ودابا سلاليه مع الزفيزف. يا عيني يا لي. اذا كل واحد منهم سجل 4 الاهداف، والصراع محتدم بيناتهم شكون غادي يزيد يهزم الاخرين. وبالمناسبة بغينا نقول لكم سنة الإنجازات الرياضية المغربية. المنتخب المغربي المحلي لكرة السلة يهزم منتخب الكوت ديفوار ويفوز بكأس إفريقيا للأمم. يا عيني يا ليلي. حفيظ الدراجي بعد فشل زفيزف على جميع المستويات الرياضية دعا إلى تدخل الكابرانات والدولة في تسيير كرة القدم الكرغولية، ودعا إلى إيقاف الفشل اللي كتعاني منه الجزائر على مستوى الرياضة. وهنا لمح إلى فشل دولة طابورستان ولمح إلى العجز ديالها أمام قوة المغرب. ولكن داز عليها شوية قوة ينزل لينا بواحد التغريدة أخرى، وقيل جا شي تليفون. والتليفون أكيد فيه شي تهديد، وفيه قالوا ليه الكابرانات ادخل سوق راسك ولا غادي نهجروه ليك. جينا بتغريدة أخرى قال لينا الهيئات الرياضية تخضع لمعطيات ولا تتحكم فيها الدول والحكومات. ويلي باق مع من انت طلع تاكل كرموس نزل شكون قال لك ياك الطارجي. وقال لنا باللي الفشل كيتعلق غير بالشخص اللي مكلف والشخص اللي معني بالامر، ما كيتعلقش بالحكومه ديال الكابرانات. شي خلعات القيمه اللي اش كدير ايوا سير دخل سوق راسك. وبغينا نقول لكم الكراغله القوه ديال المملكه العلويه الشريفه اللي هي المغرب، والقوه ديال جلاله الملك محمد السادس الله يخليه لنا لا تضاهى. حكومه اسبانيا اليوم كتقدم اعتذار على ما صدر بمدريد فيما يتعلق بالصوره، وقالت له هذا الشيء كان خارج عن الاراده ونحن لسنا المسؤولين عن ذلك. اكيد ايادي خفيه تحرك الموضوع، واكيد طبعا جمهوريه طابورستان وجمهوريه صندالستان هما اللي مكلفين وهما اللي ورا هذا الشيء. يا عيني يا ليلي. باقي تلقاوها والقادم اعظم. خوتي المغاربه مازال كنعاني من السينارات ومازال كنعاني من البلوك. كنطلبكم فضلا وليس امرا، بغيتكم تتعاونوا مع اخوكم كريم، دعم الفيديو، بارطاجيه وعاود دير ليه اعاده النشر وغو بوبليي، ولي كومونتير بيان سور، ولي جان ديالكم واللي مازال ما دخلش مرحبا به عند خوكم كريم. هنا راه كتعاونوا معايا وكنتعاونوا كاملين ضد الكراغله، باقيين نفرجوهم ونضحكوهم على راسهم. شعارنا الخالد الاخوان راه ما كيتبدلش، الله الوطن الملك، وعاش الملك وعاش المغرب وعاشت الرايه المغربيه وعاش المغاربه، وكنموت عليكم.